لو حد قالك إن جسمك مش بيهضم الخس والجرجير، تعالى، كلامه صح. تعالى بقى عشان نفهم الموضوع. جسمك فعلا مش بيهضم الألياف اللي موجودة في الورقيات، لكن ربنا خلق لنا جوه الأمعاء بكتيريا نافعة هي اللي هتقوم بالمهمة دي. يعني انت مش بتاكل ورقيات عشان تغذي نفسك بس، لا ده انت كمان بتغذي البكتيريا النافعة اللي موجودة جوه الأمعاء. والبكتيريا دي بتنتج مواد بتغذي لنا خلايا القولون، وبتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، ولها دور مهم جدا في دعم المناعة. عشان كده مع الوقت نقص الألياف هيأثر لي على تنوع البكتيريا النافعة. لكن مع الوقت، هل ينفع كل الناس تاكل ورقيات بكميات كبيرة؟ الإجابة قطعا لا. لو عندك قولون عصبي أو اضطراب في الجهاز الهضمي، ممكن الألياف تزود الأعراض في البداية، وساعتها الحل غالبا مش المنع التام، لكن الحل وقتها إن إحنا هنزودها تدريجيا حسب حالتك. يبقى أما حد يقول لك جسمك ما بيهضمش الورقيات، قول له ده أصلا السبب إني محتاجها، وتابعني عشان تفهم جسمك صح.